دعونا ننسى أخطاء الماضي ونعمل أخطاء جديدة، وبعد التوقف الدولي ما خلص خلاص وكل الإصابات حصلت، يعني أنت تقريبًا داخل فريقك وأنت معاك تقريبًا مش أقل من 3، 4 إصابات. قُل لي مين الإصابات اللي عندك؟ جابرييل، تيمبر، سيمينيو، وإنزو فرنانديز، دول معظمهم اللي موجودين عندنا، وفي طبعًا أكتر من كده، في كتير أوي، أوي، أوي كمان، ده غير بقى إيه، بقية اللعيبة اللي كان زي دان بيرن اللي اتطرد في الجولة اللي فاتت، فعندنا كام لاعب كده محتاجين نتكلم عن الإصابة بتاعتهم، زي جابرييل اللي لسه قبل ما أصوّر الحلقة دي على طول طلع وقالوا عنه آخر update هنتكلم عنه في فقرة لوحدها قبل ما نخش أصلًا في بقية الفقرات بتاعة الحلقة، ولكن خلاص ننسى اللي فات بقى وخلّينا ندخل الجولة الجديدة بروح جديدة و تحديات جديدة وربنا يسترها معانا، وإن شاء الله المرحلة اللي جاية تعدّي على خير، لإن أنا مش متفائل إطلاقًا. المهم إن خلّينا قبل ما ندخل في الحلقة بتاعة نصايح الجولة ال12 خلّونا ندعي لإخواتنا في السودان وفي فلسطين في غزة تحديدًا، إن شاء الله ربنا يرحم الشهدا ويثبّتهم وينصرهم عن قريب إن شاء الله. وخلّينا ندخل في الحلقة دي بقى لإن هي مليانة شوية حاجات مهمة جدًا، جدًا، جدًا. خلاص بعد ما التوقف الدولي دايمًا بنبقى عارفين إن في حلقة هتيجي تلخّص لك الليلة دي كلّها، وهاقول لك على كام point مهمة لازم تمشي عليهم الجولات اللي جاية، وفي لعيبة ما ينفعش تدخل من غيرها، وفي لعيبة لو لسه معاك لازم تكرف لها. فيالّا بينا على الintro، وبعد الintro ندخل في أول فقرة وهي تعمل إيه مع جابرييل، وبعدها تكرف مين وتجيب مين، وآخر حاجة في الحلقة. طيب بالنسبة لجابرييل قبل ما أصور الحلقة دي طلع خبر بيقول إن جابرييل هيقعد شهر في إصابته، شهر طبعًا كتير جدًا، يعني خلاص تقريبًا هيكسر الجولتين 3 اللي جايين، فرقم كبير. بالنسبة لي عندي 2 options معاه أو سيناريوهين نقدر نعملهم مع واحد زي جابرييل. هاقول طبعًا البودلة بتاعة جابرييل في تجيب مين وهاقولهم دلوقتي كمان. أنا بالنسبة لي على حسب لو أنا عايز حد من أرسنال بعيدًا عن إصابة تِمبر، لو افترضنا إن تِمبر هيكون مُصاب إصابة صغيرة، لإن أنا شايف إن إصابة تِمبر عادي جدًا يعني، هي كانت خبطة في ركبته نزّلت دم وبتاع، بس ما أعتقدش إن هو ممكن يغيب بسببها عن الماتش يعني، هو هيرجع عادي. ولكن لو ما رجعش وأنت عايز تروح لحد غير تِمبر، فعندك كالافيوري، غير كالافيوري فعايز تكون حد جنب م جنب كالافيوري عندك موسكيرا، وده أعتقد البديل التالت ليهم بعد جابرييل طبعًا اللي هيقعد شهر. جابرييل شرخ جدًا في تسعيرته، أعتقد الفترة اللي جاية مش هينزل جامد أوي، ولكن هو هينزل في السعر بتاعه، فأنت ممكن تستغل فكرة إن هو لو نزل جامد أوي تبيعه بالغالي، بس دي هتعتمد على فكرة الريسك لو أنت الفلوس بتفرق معاك الفترة دي. ولكن خلّينا نشوف إيه اللي هيحصل أكتر. استنى يومين 3 وشوف أصلًا إيه اللي هيحصل. أنا لو مكانك عادي ممكن أكمّل أصلًا ال3، 4 جولات دول من غيره وأحُط أي حد من على التبديلات وأخلّيه على الدكة، ولكن منظر إن أنا حاطط لاعب داخل في سكة ال7.000.000 على الدكة دي وجعاني، ومن فريق من الtop 6 وشايل حتّة من أرسنال، لأ طب ما أنا ممكن أعوّضه أصلًا بحتّة زي ساكا أو ديكلان رايس كمان لو أنا بافكّر في حتّة بقى من رقم 6 بقى من اللعيبة بقى اللي هي إنزو فرنانديز وديكلان رايس والكلام ده كلّه وكايسيدو بقى وكده، فأنا لأ ما أنا ممكن أروح لحد زي أرسنال من دول، يعني مش لازم يكون في خط الدفاع، بس يكون موفّر لي تبديلة من فريق زي أرسنال. ده طبعًا بالنسبة لجابرييل وهي أقل مدة ليه هتكون شهر. خلّينا ندخل بقى في الفقرة اللي جاية وهي فقرة تكرف مين للجولة ال12. أول لاعب معانا وهو طبعًا لو أنت معاك لسه بوين ومعاك لسه باكيتا ومعاك لسه أي حد من ويست هام فكفاية، يعني كفاية أنا بقى لي صوت اتنبح والله العظيم في حتة إن باكيتا وبوين خلاص بقوا غير مناسبين إطلاقًا، إطلاقًا في حتة إن هم يعني يلعبوا تاني في تشكيلاتنا، يعني خلاص الفرق حتى بقت قليلة جدًا إنك تلعب بيها. تاني لاعب معانا لو حضرتك حابب إنك تبيع جابرييل، فبيع جابرييل بالنسبة لإصابة تِمبر ما اتقالش عليها أي حاجة لحد دلوقتي، ولكن أنا شايف إن هو هيلعب، ولكن لو اتصاب وأنت عندك double up من دفاع أرسنال، فأنا شايف إنك تخلص من جابرييل
اولى عن انك تخلص من تمبر، لان عودته ما اعتقدش انها ممكن تاخد اي وقت يعني، وممكن يلعب الجوله الجايه عادي، لان هو ما اتذكرش حتى وما حدش مهتم بالفكره بتاعه الاصابه بتاعته، فاعتقد ان هو هيرجع بسهوله يعني. في بقى لسته كده جايه 3 لعيبه: قدوس، رايندرز، وجيوكيريس. لو لسه معاك الثلاثه دول بيعهم واخلص منهم. وخليني اقول لك ان انا يعني ذكرت لك كام واحد اهو في ارسنال. خليني اقول لك بقى بسرعه على البدله بتاعتهم في خط النص، خط الدفاع، خط الهجوم تقريبا برضه هنتكلم عنه في الفقره دي، وهي فقره تجيب مين. تجيب مين؟ اول لاعب معانا ديفرنشال من مانشستر يونايتد، وهو اماد ديالو. ده تاني لاعب انا برشحه بعد براين مبويمو من مانشستر يونايتد، ومهم جدا 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 ان ما كانش الاهم يعني. تقريبا لازم تدخل بالخمسه بتوع خط النص، منهم هيكون اماد ديالو لو انت مش معاك براين مبويمو. فانا شايف انك لو مش معاك الفلوس بتاع براين مبويمو انك تروح له، ممكن تكفره باماد ديالو عادي جدا، لان هو بقى له جولتين عمال بيسام بشكل كويس. هو مش بيخش جوه ال 18 كتير، ولكنه عنده ماتشات سهله لحد الجوله 16 قبل ما يدخل كمان في افريقيا وكده، فيقدر يشارك عادي بشكل كويس، وساعتها تقدر تفكر انك تبيعه بالخمس تغييرات اللي هتاخدهم. خليني اقول لك اخر حاجه سريعه، لو انت مش فاكر ان في 5 تغييرات انت هتاخدهم قبل بطوله افريقيا ما تتلعب، دول فري، فاوعى تحتفظ بقى بانك معاك 5 تغييرات وهيتحط عليهم 5 فيبقوا 10 والجو ده. هم اخرهم ماكسيموم 5، فلو انت معاك 5 هم هيفضلوا 5. اما لو انت معاك فحاول تخلص بقى من التبديلات بتاعتك كده كده لحد ما توصل مثلا لاخر تغييره واحده، هتاخد عليهم 4 مثلا، فيبقى معاك الماكسيمم 5 تغييرات من الجوله ال 16 تقريبا اللي هي بدايه افريقيا. طيب انت دلوقتي فكرت انك تبيع جابرييل ومش معاك تمبر، فعايز بقى تكفر فريق زي ارسنال، تفكر في مين؟ ساكا ولا ايزي؟ انا شايف ساكا، مع ان انا ما بحبش الاثنين، بس انا شايف ساكا بعيدا عن اصاباته، اللي هو الوحيد تقريبا لحد دلوقتي ما اتصابش. بس انا شايف ساكا بيقف على فاولات، بلنتات، ركنيات، كل حاجه، فانا شايف ان ساكا هو الاولويه، ومعاه الحته اللي مخلياه مهمه جدا في ارسنال. لو جاله بيلن هيجيبها، لو بيلعب كمان بشكل كويس هجوميا، فمهم جدا من فريق زي ارسنال، وتقدر يعني يقدر يكفرك من الفريق ده. تالت لاعب معانا هيكون روجرز من استون فيلا، اللاعب اللي بيظهر بشكل مهم جدا بقاله جولتين 3 مع استون فيلا. الجوله اللي فاتت ساهم بشكل كبير، ضيع جون وعمل اسيست. الفكره كلها ان هو بقى نشط قوي على الجون، بيتحرك لقدام بشكل كبير، ما بيرجعش زي الاول، ما بيقعدش على الخط زي الماتشات اللي فاتت. بقيت اشوفه واتابعه، لقيت ان هو فري كده في الملعب، بيلعب بطريقه فليكسيبل، بيروح يمين شمال فوق تحت في اي حته تلاقيه بيلعب، بيشارك، بيحط في الجون. فروجرز مهم جدا واعتقد هنفكر فيه. فلو انت مش عايز حد من مانشستر يونايتد زي اماد ديالو، ممكن تروح لحد زي روجرز من استون فيلا، هيكون ريسكاه حلو قوي برده، ديفرنشال مختلف لو انت الرانك بتاعك واطي. ريان شرقي للجوله الثانيه على التوالي بتكلم عنه، ومحدش واخد باله من ريان شرقي اللي بيلعب بشكل حلو جدا مع المنتخب بتاعه ومع الفريق بتاعه، وفي دوري ابطال اوروبا بيساهم بشكل كويس. دايما هو في كيمستري بينه وبين هالاند، في الكيمياء بتاعتهم حلوه قوي قوي قوي. اخر جوله تقريبا كان عمل له اسيستين، فالموضوع بتاع ريان شرقي كويس قوي قوي قوي، ان انا ممكن ارشحه لكم في فرقكم، ومهم جدا 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 مع عماد ديالو وروجرز كمان. ولو رانكك قليل حاول تلقطه في الفتره دي، ولكن هو عيبه الوحيد ان فكره الروتيشن بتاعت جوارديولا كمان مع دوري ابطال اوروبا ممكن تكون سبب في ان هو عدد الدقايق اللي بيلعبها قليله الفتره اللي جايه. مونوس طبعا من كريستال بالاس مهم جدا لو هتبيع طبعا جابرييل، وهتعوضه بحد زي مونوس لو مش معاك الفلوس، مع انك هتبيع جابرييل، لكن لو عايز حد ارخص من كده هيكون جويهي من كريستال بالاس برضه. وغير كده لو انت عايز حد من ارسنال زي ما قلنا هيكون موسكيرا من ارسنال، ده هيكون البديل اللي غالبا هيلعب مكانه. اخر فقره معانا خالص وهي تصبر على مين. تصبر على مين؟ اول لاعب معانا هيكون انزو فرنانديز، لعيب مش موفق اطلاقا لكنه الافضل في فريق تشيلسي بعد بيدرو نيتو. بيدرو نيتو عدد دقايق قليله ولكن هو عنصر اساسي من ماريسكا. نفس الكلام على اسماعيل يسار، ضيع كورتين انفراد وفورمته مش احسن حاجه، لكنه هجوميا كويس جدا جدا جدا، واللي معاه اسماعيل يسار يصبر عليه، واللي مش معاه اسماعيل يسار يفكر انه يجيبه الجولات اللي جايه، لان هي سهله جدا على كريستال بالاس. ونسبه الكلام على سيمينيو قدام مع بورنموث، يعني ان هو ضيع بيلم في
اخر جوله انا شايف ان هو عالي جدا وفورمته كويسه، وهو اللي معاه البلنتات بتاعه الفريق لسه ما حدش هيغطي عليه. عنصر مهم جدا من بورنموث. ماتشاتهم اللي جايه سهله نوعا ما تفكرش وما تتسرعش انك تبيعه، لا اصبر عليه لان هو مهم جدا جدا جدا، ولسه الاونر شيب بتاعته عاليه جدا في الفانتزي. اخر لاعب معانا هيكون مينتي من برايتون. هو ريسك نوعا ما ومش موجود مع كتير من اللعيبه بتاعه الفانتزي، ولكنه مهم جدا جدا جدا. عنده برنتفورد الماتش اللي جاي، هو كده كده ريسك، فلوسه رخيصه، الفاليو بتاعته مش عاليه قوي، ولكن هو بيدي لك على قد الفاليو بتاعته على قد سعره، فلو هو معاك ما تبيعهوش وخليه معاك. الا طبعا لو انت عايز تروح لحد زي روجرز او امان ديالو او راين شرقي وحابب تاخد الريسك ده، فبرضه انا معاك في البوينت دي. وبس كده، دي كانت حلقتنا النهارده عن الجوله ال 12، فيها تفاصيل وديتيلز وحاجات كتيره قوي لازم تسمعها بشكل كويس. فكر كويس قوي قبل ما تعمل التبديل، تابع الاصابات، تابع المؤتمرات يوم الجمعه قبل الجوله اللي جايه علشان تعرف يعني الاصابه هتطول ولا لا. بتاع جبريل تمبر نفس الكلام، كل الحاجات دي كلها تكون عارفها. لو الحلقه عجبتك اعمل شير ولايك وسبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك كل حلقاتنا الجديده اول باول، واشوفكم في حلقه جديده. كان معكم الهيني من قناه القرع، سلام.